يا باشا الانترفيو ما خلصش اول ما صفرت انت وقلت فلان معايا، لسه ليك شغل تعمله. ما تختار حد يشتغل معاك، في خطوتين لازم تعملهم علشان تتاكد انت اخترت شخص صح. الاولى تشيك ريفرنسز. واحد كاتب لك بقى ان هو في الابلكيشن بتاعه ده انا بيست اتشيفر شركتي، ده انا كنت مش عارف ايه، ده انا واخد شهاده دكتوراه فين. كل الكلام ده لازم يتحط في التشيك ريفرنسز. الشخص على الاقل بيحط في الابلكيشن 3 ريفرنسز ليه من شركات مختلفه، تايتلز يشتغل معاهم بشكل مباشر، فحضرتك تتصل بيهم وتتاكد من المعلومات. حتى طريقه الاتصال لها فن، هقول لك عليها دلوقتي بالتفصيل، لانك اي حد هتساله حلو جميل شغاله معاك ده ممتاز، ما هم مظبطين مع بعض يا باشا. تسال ازاي الناس برضه عشان تطلع منهم اللي انت عاوزه، ده لها تفصيله كده هحكي لك فيها كمان شويه. لكن برضه في نقطه كمان، حتى بعد ما تتشيك الريفرنسز بتاعته ويشتغل معاك، قدامك 3 شهور فول اب بروبيشن. القانون اصلا بيديك الحق لكده، 3 شهور كامله بتتابعه من قريب، بتتاكد الشخص على المستوى اللي انت عايزه من ناحيه الاتيتيود والموتيفيشن ملتزم، فعلا اختيارنا كان مظبوط، الشخص دوت مستواه بيتطور حتى لو ما كانش كفء بس اوكي بيمشي، علشان تيجي بعد 90 يوم تقول لي ايه؟ تقول لي الشخص ده عدى البروبيشن بيريد وهيشتغل معايا. يبقى الانترفيو في ناس كتيره فاكره ان هو جوب اوفر كده خلص، لا، الجوب اوفر بعده تشيك ريفرنسز كويس جدا، ثم لازم ان انت فولو اب 3 شهور على الاقل عشان تقول لي ده بتاعي ويشتغل معايا.